سعيد بلقائكم مجددا مشاهدينا الكرام متابعي موقع تيليسبور الأوفياء أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج الفيستير. في هذه الحلقة يسرني ويسعدني مشاهدينا الكرام أن أستضيف أحمد مطيع رئيس المدير العام لشركة بانك المتخصصة في الألبسة الرياضية وواحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال. سي أحمد، مساء النور وسعيد أنك تكون معي ضيف في الحلقة ديال اليوم. مساء النور السي رضا، كنشكرك على الدعوه. مساء النور مشاهدي تيلي ماروك. تيلي سبور. اذا تيلي سبور سي طبعا. احمد، كنعرفوا ان شركه بانك هي شركه مغربيه 100% دخلت الى السوق المغربي قبل تقريبا 10 سنوات من الان. عملتوا مع رفقه مجموعه من الانديه الوطنيه، وربما كتبقى ابرز نادي اللي مازال كتشرفوا على او كتعاملوا معاه من خلال الاقمصه الرياضيه والبدل الرياضيه للفريق الحديث هنا عن فريق نهضة بركان المتوج مؤخرا بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهي مناسبة أن نهنئ جميع مكونات النهضة البركانية بهذا اللقب القاري المميز. سي أحمد، كيفاش أولا تقوم في نهضة بركان وكيفاش دخلتي لهذا الميدان اللي كان حكرا على ماركات عالمية كبيما نايك أديداس ومجموعة من الشركات العالمية؟ سي أحمد. بدوري كان الفريق المفضل عندي هو فريق نهضة بركان، بالفوز ديالو بكأس الكونفدرالية الإفريقية. نهنئ جميع مكونات هذا الفريق. اللي أعتقد أنه بالنسبة لي نموذج كبير جدا، لأن هاد الناس هادو كانوا عاونوني بزاف، لأن هاد الناس هادو داروا فيه واحد الثقة كبيرة، وكنتمنى الله عز وجل من هاد الأيام كلها ولهاد السنوات اللي مرات أن يكون عند حسن الظن ديالهم، لأن هاد الناس هادو داروا فيها واحد الثقة كبيرة ودخلوني للسوق بالأبواب ديالو الواسعة. وكنشكر جميع مكونات الفريق الشرقي اللي هو نهضة بركان، وكنشكر المسؤولين كذلك ديال فريق نهضة بركان، كل واحد باسمه. وكنتمنى الله عز وجل انه يوفقهم، وان هذا الفريق هذا مزيد من الالقاب ان شاء الله القاريه ولا المغربيه. صحيح، على ذكر دائما نهضة بركان، فربما الفريق اللي العلامة التجارية ديالك السحبت بانت في أكثر من دولة، خصوصا في اللقطة التاريخية ديال القميص نادي نهضة بركان اللي كانت تمنع آنذاك من الدخول للجزائر. فربما كان أكثر من إشهار قام به نهضة بركان آنذاك، خصوصا أنك تصدرتي عناوين أكبر الصحف المغربية من خلال قميص نهضة بركان. كيفاش تفاعلتي مع ذاك الحدث؟ وطبعا هذا حدث كان مهم جدا، مهم واحد الدرجه ما كتصورش. القميص ديالنا طبعا كيف قلتي السي رضا بانه تصدر العناوين الصحف عالميه كبيره جدا، وهذا من فضل الله عز وجل ورضا الوالدين. وحنا كنخدموا بالنيه ديالنا وكنخدموا بواحد الثقه وكنعاونوا الناس، والناس حتى هما كيعاونونا اللي كيديروا فينا الثقه. صحيح. وحنايا هذاك الشيء ديال الله عز وجل، ونتمنى الله عز وجل ان تكون مناسبات اكثر باش نبانوا ان شاء الله اكثر. صحيح. اليوم بانك ربما نالت ثقة ماشي غير النهضة البركانية، وإنما مجموعة من الأندية سواء في القسم الاحترافي الأول أو الاحترافي الثاني. سي أحمد، كيفاش وليتي سوق الشغل المغربي بقوة، خصوصا كما قلت لك في بداية ديال الحلقة راه كان تونيات ديال الانديه المغربيه حكرا على واحد الماركات معروفه، حتى تفاجئنا واحد الماركه مغربيه الصنع 100%. ربما كنت بديتي مشاريع واتزم كانوا بقينا صعدوا للقسم الاحترافي الاول، انت لا تذكرني اكثر، ومع اتحاد طنجه ربما. لا، كانت البدايه ديالي مع اتحاد طنجه اتحاد طنجه لمده اعتقد ان 4 سنوات. تما فرزت تما باش كانوا الناس ولاو كيعرفوا بانه راه طنجه راه هي المقر ديال بنك سبور، وهذا راه عكس. انا ما غير صحيح هذا، لان انا خدمت مع اتحاد طنجه الاول فاش كان امين بن هاشم اللي كان صحيح. صحيح من صحيح. دونك بديت معاهم، والناس كلهم في المغرب كيعتقدوا بان هذا انا بنك سبور بانها طنجاويه، وهي راه العكس، هي كازاويه 100%. وانا هي ولد كازا، والاصل ديالي من سطاس اصلا، ولكن انا ولد كازا، وهذه الشركه هذه تخلقات في كازا. والبدايه ديالي في هذا المجال هذا هو في بدايه في الثمانينات، يعني في 87. هذيك انا ذاك كانت عندي تقريبا 16 عام. بديت هذه الحرفه هذه بحب، يعني ماشي غير اختها مثلا كمهنه ولا هذا. انا كنحب التكستيل، يعني سميتو. ومن ذاك الوقت وانا في هذا الدومين هذا كنا كنخدموا
سميتو اللوازم ديال الرياضه بواحد الطريقه في البدايه كانت شويه عشوائيه، ولكن مع مرور الوقت اننا بدينا كنكسبوا الخبره. وهذيك الساعه انا باقي في النضج ديالي، الله وصلت هذيك الساعه كان 18 19 20 عام. هذيك الساعه بديت كنبحث وكنقلب كيفاش خصني نطور راسي وهذا. المهم البدايه بدات تقريبا ملي كانت عندي 20 عام، يعني في 91 هذيك الساعه انا عندي 20 عام. بديت كنطور راسي، بديت كنزيد المكان، بديت كنعرف الناس اللي اللي كيخيطوا مزيان، بديت كندير هذا. كان واحد الوقت عرفتي كانوا الناس شويه قلاء الخياطه، كانوا محتكرين هذوك الشركات الكبار وهذا. بالنسبه للمعامل الصغرى وداك الشيء كتلقى صعيب تلقى خياط الا علمتيه ولا هذا، كتاخذ شي واحد معلم كيبقى يعلم. دونك حنا بدينا بهذيك البدايات شويه ثقيله، ولكن كانت في وقتها. ولكن من بعد حنا طورنا الامور مشات الحمد لله مزيان. في 2000 اعتقد 2012 2011 بدات بنك سبور كندخل الوجود. وكنت انا ذاك ما نقدرش نقول لك اش من عام دخلت مع طنجه، والله ما عرفت. المهم واحد 4 سنين ديال طنجه باش خدمنا. بديت مع طنجه فاش كان امين بن هاشم من هذا المنبر كنوجهوا ليه التحيه. خدام معاهم هذيك الساعه كنطور راسي وهذا والناس ولات كتيق، حتى كتعرف كتشوف دابا بانه بزاف ديال ديال السميات ديال الماركات اللي كاينين دابا كيدوروا في المغرب هذوك كلهم تانسبيراو من بنك سبور. صحيح، ما يكذب عليك كذاب يقول لك شي واحد انه دار مجهود وهذا، لا. المجهود اللي داروا عبد ربي، ودرت المجهود بالاجل هاد الناس هادو، لان انا بزاف ديال الحوايج كنت نقدر نديرهم ما درتهمش. يعني بس بنك سبور دات لي بزاف ديال الحوايج ديالي انا والناس ولات كتثيق في البرودوي المغربي بي انا. صحيح، لان انا ضربت تماره كبيره، ماشي ساهل هذاك الشيء. ضربت واحد التماره ما كبيره بزاف، راه باش تجي عند فريق مثلا البريمير ديفيزيون ولا الدوزيام ديفيزيون باش يقبل لك برودوي مغربي صعيب بزاف. يقدر ياخذ اي حاجه الا شي واحد دار سميتو. ولكن الحمد لله بفضل الله عز وجل بدينا بشويه والحمد لله الله عز وجل راه نصفنا، وحنا الحمد لله دابا حنا في واحد الطريق الصحيح. وكيفاش كان الاختيار السي احمد انك بديتو في طنجه بالضبط؟ لانه كان عندي واحد السيد تمايا صديق ديالي، كان هو عنده مع علاقه مع الدراري ديال طنجه وداك الشيء، وقال لي ودي بانه كان عندي تمايا واحد السيد في طنجه صديق ديالي كان كيخدم معايا ما لاباس ديال الرياض عادي. ولا اقترح عليه شويه فاش كان امين بن هاشم كنا جلسنا واحد الجلسه وداك الشيء وقلنا علاش حنا هاد الناس هادو ما نحتضنوهمش. انا هضرت مع السيد اللي كاين تمايا، هو مشى تكلم معاهم وهذاك الشيء قبلوا الفكره صافي وبدات الامور كتمشي. اذا مورا السي احمد شفنا اكتساح لجميع الانديه تبارك الله صلاح بيه، لان كما قلتي تاخذ صحيح. لان كنمشيو للدي ان كنلقاو بانك، كنمشيو للدي دو كنلقاو بانك، الهوات بانك، كره السله المنتخب الوطني المغربي بانك. انا نخليك تفضل الشيخ عقيب. السر في هذا الشيء هذا هو اننا حنا كنديروا ثمن مزيان رغم اننا عندنا جوده كبيره. علاش كنقول لك انا راه ما درتش بزاف ديال الحوايج؟ علاش؟ لان كاين الجوده، كاين اثمنه ديال الاثواب اللي كناخذ اثمنه مرتفعه جدا. يعني الارباح ديالنا حنا كيكون قليل. حنا اللي مهم عندنا هو اننا اللي بغى يربح كيقولوا العام طويل. صحيح. حنا الا ما كانت الا غادي نربحوا من بعد. ما دابا حنايا كنتعرفوا كنديروا الماركتينغ ديالنا بالثمن. دابا حنا الماركتينغ كيفاش خدمنا بان اثمنه معقوله، اثمنه مزيانه، اثواب في المستوى. كاين اللي عنده السلعه ديالنا من اللي بدينا ليومنا هذا. شحال كنتلاقى مع شي حد كيقول لي اقسم بالله الا باقا السيرفيت ديالك باقا عندي كما هي والجون ديالك كما هو. المهم حنا كنقلبوا على الجوده، هذا هو اللي مهم. الربح ديالنا الربح قليل جدا، لكن الجوده كاين عندنا جوده عاليه. عاودها المستوى ديالنا كبير بزاف، ماشي سهل ماشي عادي. حتى الطريقه ديال الخياطه ديالنا ولا الطريقه كيفاش كنخدموا وهذا ولا الاماكن اللي عندنا اللي حنا انفستينا فيهم ودخلناهم وعندنا وهذاك الشيء راه مستوى عالي بزاف. صحيح. هذا الشيء اللي كاين حنا، ولكن الربح عندنا ربح شويه قليل. علاش؟ لان حنا كنمشيو مع المستوى ديال الناس. ما يمكنش دير شي حاجه اللي اكثر من الجهد ديال عباد الله. ولكن كتعرف الفروق ديالنا ضروري خصك تكون كتعاون شويه وتكون باش تمشي الامور. صحيح. اما الا جيتي غتغلي داك الشيء ما غتخدمش. وتا حنا خصنا نعاونوا بلادنا هو اللي مهم بزاف. ما راه كلشي فايت.
صحيح. اذا سي احمد كنعرف دابا حنا في نهايه الموسم، واش عندكم شي تصور الموسم مقبل؟ واش عندكم شراكات جديده مع انديه جديده او انديه كانتوا ربما كنتجوا لها ساليتوا مع الكونترا، كاينه كونترا جديده مع نفس الانديه، ولا ربما ما كتفكروش كذلك انكم توسعوا الانشطه ديالكم الرياضيه من خلال التعامل مع الانديه الاجنبيه سواء افريقيه دابا او كيف غير ذلك؟ قلتها لك وقيله السيرة هذه تقريبا واحد اكثر من 10 سنين، صحيح. وقيله فاش تناقشت انا وكنت كنجلس انا وياك وقلتها لك، قلت لك ودي حنا لا كاباسيتي ديالنا عندنا واحد المجموعه ديال الفروق اللي نقدروا نخدموا معاها اكثر. لا يمكن، ما يمكنش. قلتها لك هذيك صحيح. المره ومازال انا باقي على الكلمه ديالي. صحيح. علاش؟ لانه ما يمكنش، ما غاديش يمكن انا نجيب عباد الله وما غاديش نقدر نوفر لهم. انا عندي كلمه ديالي، انا نقول لك غدا اليوم بعدو صافي، ما كاينش حكا تسنى ولا تسنى، ما عنديش. ديما الا قلت لك السيمانه الجايه غتاخذ السلعه ديالك، خصك تاخذ السلعه ديالك السيمانه الجايه. انا ما نقدرش نجمع الناس كاملين ونجمع كاع الفرق كاملين ونبدا كنضحك على عباد الله. انا ما كنديرش هادشي. انا كناخذ الجهد ديالي اللي هما الفرق اللي كنخدم معاهم خدام، وعندي فريق ديالي المفضل اللي هو فريق النهضه البركانيه. هذاك ما يمكنش تخصو شي حاجه من الجهه ديالي انايا. انا نخدم معاهم ليل ونهار هذوك الناس لانهم رجال. صحيح. باش نهضروا بالواقع، هذوك الناس رجال واقفين على شغلهم، تخدم معاهم وانت فرحان. انا خدام وانا فرحان، ما عندي حتى شي مشكل. ويبغيو يبغيو المايوات ديالي في 12 الليل نوجدها، يبغيو مع الجوج الليل يقول لي خاصني مايو نوجد مايو، ما عنديش المشكل. هذوك الناس فريق محترم، الناس ديال المسيرين في المستوى، مدينه جميله جدا، كنعشق انا هذيك المدينه بزاف. كنمشي كرايح يومين 3 ايام كنجي فرحان. والله ما نكذبك، انا راك تنسافر برا بزاف، والله ما بقيتش نسافر برا، كترشق ليا كنمشي لبركان. صح. كندوز يومين 3 ايام. على ذكر بركان السي احمد، كنعرفوا ما شاء الله الكونسيبسيون ديالكم هي رائده في المغرب، مجموعه من الانديه نهضه الزمامره اولمبيك اسفي اللي شفنا هذا الموسم باقمصه اكثر من رائعه. لكن ربما كيبقى الاستثناء هو قميص نهضه بركان اللي حصل مؤخرا على افضل قميص في الدوري الاحترافي. طبعا لانه القميص ديال النهضه بركان مخدوم بواحد الطريقه مهمه جدا، لان فيه لايراسيون مزيانه، التوب ديالو مزيان، مطريطي مزيان، ماشي توب عادي، فهمتي. والالوان ديال النهضه البركانيه تبارك الله ما شاء الله كيعطيو واحد الجماليه للقميص، فهمتي. انا عندي ولادي في الدار انا لابسين تا هما الاورانج. انا في الدار انا وكيقول لك بابا جبنا التوب ديال البركان. وواحد القضيه اخرى سبحان الله، زعما هذوك الناس الامور ديالهم ميسره، ونتمنى الله عز وجل ييسر الامر ديالهم كذلك في الاعوام الجايه ان شاء الله، وفي السنوات الجايه والسنوات المديده ان شاء الله باذن الله وقوته. كل واحد كيجي عندي المحل الا وكيقول لي انت كتهلا في بركان ودير لي بحال بركان. كنقول شوف ودان، نقول لكم واحد القضيه باش تفهم. راه حيت كاين التيسير من الله عز وجل، كاين الامور اللي كتكون ميسره عند الناس، وكاين اللي شويه واخا ما عرفتش دير لي شي دير لي الحرير ما يستقش، واللي ميسر امور كتمشي سبحان الله سلسه. صحيح. غادي ندوي على نهضه بركان القميص ديالها في اكيد بعد قليل، لكن تفاعلوا السي احمد ما بعد الناس اللي كيتفاعلوا معنا عبر الصفحه الرسميه لموقع تيلي سبور سواء فيسبوك او انستغرام. هذه فاطمه فوزي تقول بون كوراج، شكرا فاطمه. هذا رشيد البوهلي المدير الاعلامي لجمعيه ارشيف المغرب تيقول لك ضيف وازن ورجل مجتهد، شركه بنك رائده في مجال صناعه الالبسه الرياضيه في المغرب. شنو تقول رشيد السي احمد؟ شكرا من هذا المنبر. رشيد فان ديالي في فيسبوك، نتمنى الله عز وجل يوفقه ان شاء الله في الاعمال ديالو. إذا واكيد رشيد البوهلي من الناس اللي كيبدونا بمجموعه من المعلومات الخاصه بكره القدم الوطنيه منذ ازيد ربما من 60 سنه. اذا منى الذهبي كتقول لك برنامج مميز وتقديم في المستوى، شكرا لك منى. اذا ندوي السي احمد على نهضه بركان، ربما كاين تفوق اداري، تفوق تقني، تفوق تسييري، تفوق رياضي، وربما نهضه بركان من الانديه اللي ساهمت في توسيع الشركة بنك من خلال هذا إشهار أكثر من رائع بالنسبة لكم. ربما أي نادي أو أي شركة عالمية تتمنى تكون هي المحتضن لنادي نهضة بركان. لماذا؟ لأولا نادي مستقر إداريا كما قلت، سياسيا، تقنيا، يتوج بالألقاب كل موسم، أصبح متخصص في كأس كونفدرالية أفريقيا، بطل المغرب هذه السنة، بطل كأس العرش أكثر من مناسبة. الموسم المقبل السي احمد بانك ستكون رسميا في دوري أبطال إفريقيا.
كيفاش كتشوف هذا هو الأمر؟ هذا السؤال ديالك السي رضا هو جواب، واكثر من هو سؤال هو جواب. انت جاوبتي على السؤال. هاد الناس هادو ناس مسيرين في المستوى الكبير، ماشي عادي. انا كنحترمهم من هذا المنبر احترام كبير جدا. هذوك الناس مسيرين في المستوى، الناس مستركتوريه مزيان، عارفش كدير راسها. هاد نهضة بركان فريق دابا يضرب له 1000 حساب، لا وطنيا ولا قاريا، لانه الفريق ماشي بالسهل انك تكون بهذا المستوى هذا في واحد وكيشتغلوا في واحد الظروف اللي جيده جدا صراحه. ما نكذبوش، انا شفت الاكاديمي ديال بركان تبارك الله ما شاء الله، داك الشيء بالمستوى الكبير. الناس واقفه على شغلها وخدامه، الله يوفقهم الله يزيدهم. صحيح. في هذا الاطار دائما هذا احد المعلقين سميتو محمد جيله يقول السلام واش بركان غادي تجدد معكم؟ ما عرفتش انا مده العقد السي احمد، تجاوبنيش على هذا السؤال. لا هو السؤال احنا مازالين مع بركان. هذيك المسائل اللي كيقولوا الناس ما عندها حتى شي اساس من الصحه. هذاك فريق ديالي مفضل وما عمري ما غادي نسمح فيه، وهما ما غاديش يسمحوا فيه. والحمد لله. هذا رشيد كيرجع تيقول لنا كل الشكر والتقدير السي احمد مطيع والصديق محمد رضا. شكرا لك سي رشيد. موح ناسي قال لك قميص النهضه جميل جدا، تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك، شكرا. ايمان شاهين كتقول كل التوفيق لطاقم برنامج الفيسيار ولمقدمين الانيق محمد رضا. شكرا ايمان. اذا كاين تفاعل كبير السي احمد معك في هذه الحلقه. ربما كل شيء تيقول لك ان قميص نهضه بركان قميص زوين، ولكن اللي ما كيعرفوش كاين الاقل اللي ما كتعرفش ربما، لان كاين اللي كينتبه للكره ما كينتبهش ان شركه بنك راه شركه عندها نهضه بركان، عندها اولمبيك اسفي، عندها نهضه الزمامره، مجموعه ديال الفروع. وسبحان الله الانديه اللي تحط عليهم يديك السي احمد راهم ديما تكونوا في الست المراتب الاولى. واش انت كتسيب هاد الفرق الكبار ولا؟ وهذيك نقول لك واحد القضيه، احنا عندنا نقول لك واحد القضيه، الانسان ملي كيكون كيخدم النيه السريره تكون عنده واحد النيه صادقه، ويكون كيخدم ماشي من اجل الفلوس، كيخدم باش يبين بلادو. باش انا راه نقول لك واحد القضيه، انا ملي كنشوف التوني ديالي لاعب مزيان وانا مريح في التلفاز وكنتفرج وداك الشيء كنفرح صحيح اكثر ما كنشد الفلوس. صحيح. شحال من فريق كاع خدمت معاه راه لحد الان ما خلصنيش، ولكن ما عندي مشكل. عمرني تشكيت شي حد قلت لي بلاد الناس راه ما كاين مشكل. حنا نشوف خدامين معيشين الناس ومعيشين معنا الناس، وحنا عايشين الامور هذا في واحد الظروف اللي زوينه وماشي كبيره باش الانسان ما يغلطش، راه ماشي كبيره. احنا كنخدموا بواحد التفاني والاخلاص، وهذاك الاخلاص ديالنا وهذاك التفاني ديالنا هو اللي وصلنا لهذا الحب ديال هاد الناس هادو اللي في الفيسبوك اللي كيهضروا معنا. صحيح. والناس كيعرفوا انه اي واحد غادي يهضر معاه على شركه بنك كيقول لك هذاك السيد راه الله يعمر دار كيعاون الناس، كيخدم معنا. اللي بغينا كنجيو ناخذوها، ما كنشدش عباد الله نهائيا. يبغى شي حاجه مرحبا، وكنتعاونوا مع الناس والله يسخر. هذا هو اللي كاين. حنا بينا بلاد ديالنا خدمنا، عندنا الرباح الحمد لله. بزرا فيتا انسان. راه شحال من واحد عنده مليار ومات. صحيح. كاع ما بغينا المليار حنا، صحيح. راه بغينا نعيشوا بخير ونعيشوا مع الناس. الحمد هو لله. اللي مهم. الحمد لله. سي احمد هذا الموضوع ما كنتش باغي نجبدو معاك مرحبا. ديال المشاكل، ولكن انك فتحتي شنو كتقول هذا المسير اليوم اللي كيتعامل معكم؟ كنعرفوا انكم نتوما تابعكم توب، تابعكم مجموعه من لي شارج باش ما نبقاوش نديطايو. كيكون معكم عندكم عقد، ربما خاص يكون عقد اخلاقي بعدا قبل من عقد التزامي. ربما الاخلاق ما بقاش كنلمسوها من خلال المعلومات ما عطيتهاش لي انت. الامانه انا عارفه ربما بعض الرؤساء او بعض المسيرين اللي ربما خدمتوا معهم، لكن للاسف ما كيخلصوش. واش نقول لك دابا حنا باش احنا دابا حاجه باش ما نقاطعكش لازم كيسحب السحب. حنا مقبلين اللي تيجينا غير في اللعابه، حنا مقبلين على تظاهرات عالميه ياك. يعني من المفروض اننا حنا نديروا يد في يد ونهزوا بلادنا، هذا هو اللي مهم. اما هاد الناس هادو الا تعطل غادي يخلص، عندك ما دير. الا تعطل غادي يخلص، ولكن حنا ما عندنا مشكل. حنا ما كنصبروا مع الناس، ونتمنى الله عز وجل انه من هذا المنبر هذه ان الناس تفهم بان الامور ماشي سهله. ما عندناش شي ربح كبير باش حنايا باش نخدموا مع اكثر من هذا الجهد اللي حنا دايرين، راه ما يمكنش. راه الناس خصها تفهم بانه واحد الانسان راه خدم معاك كيربح معك واحد الربح قليل جدا، خاصك تادي ليه الواجب ديالك. صحيح. ظهور بانك قبل 10 سنوات او اكثر من الان ربما فتح الشهيه لبعض الشركات المحليه اللي حتى هي بدات كتدخل
لسوق الشغل وبدات كتعامل مع بعض الانديه. كيفاش كتشوف المنافسه مع هاد الشركات السحب؟ بنك سبور في المغرب ما كاينش شي واحد غينافسها باش تفهم. انا باش نقولها لك، لانه الا لاحظتي ولا رجعتي للارشيف ولا المشاهدين الكرام انهم رجعوا للارشيف غادي نعرفوا بانه هاد السميات كاملين اللي كاين في المغرب اللي دابا جايين من ورايا كيتانسبيراو من بنك سبور، متاكد، وكلهم خدامين وراء بنك سبور. لان هذا المنتوج المغربي بان ببنك سبور، صحيح. ما بانش بسميات اخرين. واي واحد غادي نتحداه يقول العكس ديال هذه الهضره. هاد السميات كاملين اللي كتشوف فيهم دون استثناء اللي كاينين هما كيتانسبيراو من بنك سبور. صحيح. ولكن شوف انا ماشي ضد الناس يخدموا مزيان، يخدموا الناس مزيان يخدموا. حتى انا عندي شرف انه الانسان اعتراف يكون له شويه ديال الاعتراف كيكون زوين. نقولوا نحن الاصل والباقي تقليد. ماشي كيقول لك نحن اقوى، باش اقوى ما يمكنش، ما تقدرش، صعيب لا بهذا الدماغ ديال هذا الراجل هذا اللي كتشوف فيه امامك، او لا بالطريقه باش كيخدم، او انا كنت انسبيرا من لي مارك الكبار. برافو. انايا عندي تجربه كبيره في الميدان. 36 عام ماشي سهله. صحيح. 36 عام ديال هذا الشيء عمر الانسان. راه ماشي غيجي واحد عامين غيقول لك حكا انا غادي ندير سميتي وغادي نخدم. لا، صحيح. راه بانك اللي خدماتك، بانك اللي وراتك كيفاش غتخدم، وبانك كيفاش مشيتي عندك تغلط. ولكن شي واحد في الفيسبوك دابا ياكد هاد الهضره هادي. انا راه كندير اللوغو اللور كيديروا اللور، كنديروا قدام كيديروا القدام، كندير لاكورب في المايو هذا كيديروا لاكورب اللور القدام. ما نقول لك واحد القضيه ما كاينش اللي معلم. لا، اللي معلم كيفهم في التكستيل كيلاحظ هذا الشيء كيشوف. صحيح. هذا السي محمد كان اسمح لي السي رضا، تفضل. راه ماشي ضد الناس، الله يعاون الجميع. صحيح. انا شوف، انا يحصل لي الشرف ان واحد الانسان انا نبغي على بسببك جات المنافسه. اعتراف. اما هو الا جا واحد الانسان خدم مع الناس وعاشوا مع الناس، راه هذاك هو المبتغى ديالنا حنا كاملين كمغاربه. انا اللي عشت معايا 5 الناس وهما عندهم 2 الناس، شحال ولات من واحد. صحيح. ضربه في عائلات، راه ما يمكنش، راه عائلات. دونك حنايا الله يعاون الجميع، الله يسهل على الجميع. هذه كتبقى غير مناقشه وصافي بالراي العام باش يفهم. ولكن الامور راه ما كاينش مشكل، القلب كبير. صحيح. هذا السي محمد تسائل قال لك خويا بالنسبه للقميص ديال اللي طبعته الجزائر، قميص نضاش بركان السنه الماضيه بدون العلم ديالكم، حيت كانوا هما طبعوا قارة الجزائر مساكن داروا القضيه ديال، قال لك واش ما درتوش اعتراض قانوني في هذا؟ بيان سور درنا اعتراض قانوني، درنا المسائل مسطره كامله، وان المحامي ديالنا تكلف بالامور كامله والمسائل دارت كما يجب. لان ديك لانه هذاك غلط، تجاوزوا جميع الخطوط. هذاك غلط كبير، هذاك غلط كبير انك انت غدير ميتاسيون لواحد المايو ديالك، راه ماشي معقوله. عالميا راه ماشي معقوله. هذا ايمن الابن ديالكم تقول كاينه والله. تحيه للسي ايمن مطيع الابن ديالكم السي احمد مطيع، الله يخليه. الله يخليه. اذا هذا الله يخلي وليدات المسلمين كاملين، الله ييسر الامور ديالهم. اللهم امين. هذا موح تقول لك اسم الماركه ديالكم وصلت العالميه مثل كانال بلوس وبين سبور. بيان سور هذا فخر السي احمد ان المغربي الحمد لله. كاين نهضه بركان توصل للعالميه. صافي هادشي اللي كاين. صحيح. اذا سي احمد بعيدا عن كره القدم كنعرفوكم كذلك كتلبسوا بهذه اللغه ديال الرياضه انديه اخرى في رياضات اخرى ككره السله. بيان سور حنا جميع الرياضات، انا كنخدم جميع الرياضات. اللي ما كيعرفش بانك راه ماشي في كره القدم. لا، بانك ديال الرياضات الجماعيه كامله صحيح كنخدموا. عندك كره اليد، كره السله، كره القدم طبعا. صحيح. كره اليد، كره السله، كره الطائره، يعني كاع الرياضات الجماعيه كلها كنخدموها، ما عندناش شي مشكل. وخصوصا هذا المنتخب اللي ذكرتي دابا ديال الرياضات الاخرى، كره اليد، كره السله، كره الطائره. انا كره الطائره المنتخب الوطني المغربي لكره الطائره كذلك. الامور اللي كتحسب كره السله قبل من سي اورانج. صحيح. نتمنى الله عز وجل انه تقاد القضيه اللي عندهم. ما كاين مشكل. المهم هذاك الفريق ديال الحسيمه ديال كره السله هو كان فريق حتى هو كان عريق. صحيح. ولكن للاسف كاين مشكل. صحيح. سي احمد كنعرفوك انك انت من الناس اللي كياخذوا المبادرات الانسانيه، فربما شفنا المشاركه ديال المنتخب الوطني لقصار القامه، فكنت انت اول واحد اللي ساعدهم من خلال مدهم بالقميص الرياضيه. طبعا جاوا عندي قالوا لي شخصنا غادي نمشيو نشاركوا في البرازيل اعتقد، ولا في الارجنتين امريكا اللاتينيه. المهم في امريكا اللاتينيه ما كاينش مشكل، على الرحب والسعه. المهم قادين لهم الامور، عطينا المسائل ديالهم كل راه رياضيه. صحيح. اذا سي احمد اليوم المغرب مقبل على احتضان تظاهرات عالميه كبيره ابرزها
كاس افريقيا ثم كاس العالم. كيفاش كتشوف راسك السي احمد من خلال الشركه ديالكم الرائده بنك من هنا ل 2030؟ تقدر تكون فرصه مناسبه لدول العالم انهم يعرفوا هذه الماركه هذه، وان شاء الله تقدر تكون شراكات مع فرق عالميه، علاش لا؟ يعني احنا نخدموا على هذا الشيء ان شاء الله، غادي نخدموا عليه طبعا، غادي نخدموا لان كيكون عندنا الناس في البلاد ديالنا وداك الشيء بالطبع غادي نكونوا حنايا في مستوى باش الناس يعرفونا. سي احمد، سؤال قبل الاخير سي احمد باش ما نطولوش. اليوم كما قلت النهضه بركان اللي هو رائد في كره القدم الوطنيه واللي كان عنده اشعاع كبير من خلال الماركه ديالكم، واش ما كتعتقدش انها مستقبلا دوري ابطال افريقيا النهضه بركانيه غادي ينافس انديه جديده عكس انديه كاس كاف؟ واش هذه ماشي فرصه مناسبه ربما ان الماركه ديالكم تزيد انها تكون عندها اشعاع كبير في القاره السمراء؟ بيان سور طبعا، لان فريق النهضه البركاني العام الجاي عنده دوري الابطال، اول مشاركه ديالو. دونك ان شاء الله حنا كنطمحوا على اساس اننا الفريق ديالنا اللي هو النهضه البركانيه يكون في المستوى الكبير، وعلاش لا انه الظفر بهذا الكاس هذا والمشاركه لاول مره. راه كاين ان شاء الله دابا هو الكاس الجديد تبدل ياك ديال الكونفدراليه، صح داتو بركان واول مشاركه غيديو شامبيونز ان شاء الله. هذا ما نتمنى. الناس مزيانين، الناس خدامين على راسهم، ناس مزيانين ومرضيين الوالدين، والناس كتدير خدمتها. ما شوف ماشي كنهضروا مع انت، راه ما كاينش شي، هذوك الناس خدامين لواحد الدرجه ان الناس كتبغي بلادها وكتبغي المدينه ديالها وكتبغي الفريق ديالها. الناس خدامين مزيان، خدامين. كاين اللي خدام ليل ونهار في نهضه بركان، لان فريق ماشي سهل. فريق ان شاء الله يقول الكلمه ديالو في الاعوام الجايه. صحيح. ونتمنى ليه ان شاء الله التوفيق في اعوام مديده اكيد جدا. هذا ما نتمنى كل التوفيق لنهضه بركان ممثل الانديه الوطنيه موسم مقبل في دوري ابطال افريقيا. سي احمد، تابعتي التطور الكبير تاع كره القدم الوطنيه سواء المنتخبات او الانديه، كيفاش تفاعلتي مع هذا الامر هذا؟ لان انا ديجا وانا قلتها باللي سميتهم منذ تولي السيد فوزي القجع هذا المنبر هذا، كنوجهوا ليه التحيه وتحيه كبيره بزاف، لانه ذاك السيد هذاك اولا كيشجع المنتوج المغربي. لو السي فوزي ماشي رخيص عليه انه يخلي فرقه معايا انا. صحيح. يقدر يجيب ماركه عالميه ولا لا؟ صحيح. كاين هذاك السيد كيبغي الوطن ديالو، كيبغيها، كنقولها من هذا المنبر وكنشكره، كيبغي الوطن ديالو وكيشجع المنتوج المغربي. كتجيني اصداء بانه السيد فوزي القزع كيشجع المنتوج المغربي، وبانك ديما ان شاء الله غادي تبقى مع نهضه بركان. علاش؟ لان مادام كاين هذاك السيد بانك كاينه مع هذاك السيد، والحمد لله. هو ولا السي بن عبد الله تا هو الله يجزيه بخير، راجل مزيان. هذاك السيد تا هو الله يعمر، هذا راجل مزيان. الوغ باش نعاودوا نرجعوا مع السيد فوزي القزع ملي جا على راس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، التطور كبير جدا. ما هذا الشيء واحد ما غادي يقدر ينكرو، ماشي غنقولوا هذا الشيء حنا، هذا الشيء كاين ومازال غادي يكون. والسيد واقف على شغله، الله يجازيه بخير، خدام كيدير الخدمه ديالو اكثر من الجهد ديالو. صرفوا للناس بانه هذاك السيد راه يقدر ما ينعش. انا ماشي انا عندي خدامه قلال وما تنعش، وعاد اللي عنده شحال تبارك الله كيجيري ديال المسائل. صح. ماشي سهل. عندك صحاب بنادم راه يجيو وجايري ويجيو قاد ويجيو ما يمكنش. تبارك الله داك السيد راه ما شاء الله. حنا نطلبوا ليه من هذا المنبر الله يعاونه، الله يجازيه بخير علينا، لانه السيد خدم وخدم ديال مازال خدام. سي احمد، ربما نتمنوا نشوفوا فوزي قجع في جميع الانديه الوطنيه، نشوفوا في جميع الانديه الوطنيه. البروفيل تاع فوزي قجع نتمنى نشوفوا في جميع الانديه الوطنيه. كنا ماشي نوصلوا للعالميه، فوتوا لا يمكنش نوليو حنا نلعبوا الفينالات ديالنا في بلدان عالميه. صحيح. ولكن نتمنى الله عز وجل يوفقوا، الله يسهل عليهم. اذا رساله اخيره السي احمد لما توجهها، اكيد ربما نهضه بركان لانه توج مؤخرا بجوج ديال الالقاب، وربما هذا الفريق اللي كتعامل معاه منذ سنوات. نخلي لك الكاميرا ديالك السي احمد. نهضه بركان كنهنيه مره اخرى الفوز ديالو بهذا اللقب الغالي، ونهنئوا كذلك الفوز بالبطوله الوطنيه. نسينا وقيلا ما قلناش. صحيح، راه قلت جوج القاب اول مره في التاريخ ديال فوز نهضه بركان بالبطوله الوطنيه والكاس الثالث وقيلا الكونفدراليه الافريقيه، الكاس الثالث.
وكنهنئوا هذا الفريق هذا، وكنتمنوا ليه مزيد ان شاء الله من العطاء، وكنتمنوا ليه ان شاء الله المشاركه الجايه في دوري ابطال افريقيا يكون في المستوى الكبير، ولما لا ان شاء الله الفوز بهذا اللقب، وخاصه ان شاء الله بالخزينه مع بنك. ان شاء الله. هذا ما نتمنى، هذا ما نتمنى. اذا سي احمد كنشكروك على قبول الدعوه، كانت معك حصه ديال اليوم شيقه، تعرفنا من خلالها مجموعه من المعلومات الجديده، ونتمنى كذلك بدورنا كل التوفيق لشركه بنك الرائده المحليه مغربيه 100%، على امل ان لما نشوفها ان شاء الله في العالميه. ان شاء الله ان شاء الله. وشكرا لمشاهدي تيلي سبور، شكرا لك رضا الدعوه، شكرا للاخوه اللي معاك جنود الخفاء. شكرا. تبارك الله عليكم والسلام عليكم. شكرا وكل الشكر لكم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم الفيسير. إلى ذلك الحين تقبلوا مني أنا محمد رضا بوحوتة أطيب المنى.